اتخصم مني من رصيدي اللي في البنك حوالي 45 جنيه. ال 45 جنيه دول اتخصموا مني وانا مش فاهم ايه السبب. بدون سبب بعمل استعلام عن الرصيد وانا عارف انا سايب كام فيه، لقيت المبلغ طالع بس ناقص ال 45 جنيه. الموضوع ده كذا حد بعد سألني فيه، وعلشان كده عايزين نشرح ايه هي التفاصيل وايه سبب ان الفلوس ال 45 جنيه دول بيتخصموا منك بالتقريب. تعالوا ندخل في التعليقات، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل شير ولايك وكومنت، نعمل اشتراك في القناة ومشاركة للفيديو وتعليقات على الفيديو عشان يوصل لكل الناس اللي احنا عايزين ان احنا نفيدهم. بصوا يا جماعة، النهاردة انا عميل في بنك مصر كمثال، هنقول بنك مصر كمثال او البنك الاهلي. عايز اسحب المعاش او المرتب بتاعي، فانا معرفش المعاش نزل او المرتب نزل، فبروح البنك من بره من على المكنه، ادخل الكارت واعمل لو سمحت الرصيد بتاعي كام، فبعمل استعلام عن الرصيد عن طريق ايه؟ عن طريق المكنه من بره، ما دخلتش البنك اهو. استعلام الرصيد بيبقى فيه طريقتين، يا اما بتعمل استعلام عن الرصيد عن طريق الشاشه، ودي ما بيتخصمش منك ولا مليم، او ان انت بتعمل استعلام عن الرصيد وبيقول لك طباعه ايصال، بتقول له بتطبع الوصل بيتخصم منك مصاريف نظير الوصل اللي اتطبع. طيب حضرتك عميل بنك مصر، لما تروح تسحب او تعمل استعلام روح لمكنه بتاعه بنك مصر نفس البنك بتاعك، بلاش تروح لمكنه بتاعه بنك اسكندريه لبنك تاني. ليه؟ عشان ما يبقاش عليك مصاريف زياده. كل حركه استعلام انت بتعملها بيتخصم عليها فلوس. حركه السحب بتاعه الوصل اللي انت بتعمله بيتخصم فلوس. يبقى انا راجل معاشي 1000 جنيه، المعاش بتاعي مثلا يعني 1000 جنيه، ولاقي ان انا اتخصم مني 40-50 جنيه من غير ما اعرف السبب. والسبب ان انا بلف على المكن واقعد اعمل استعلام هنا وهنا وهنا ومش مصدق ان المعاش نزل او ما نزلش. احنا بنقول كمثال الحركات اللي انا بعملها في المكن بتاع البنوك بياخد نظير مقابل، وبالتالي بيتخصم الفلوس دي من رصيدي انا. فلما اجي اخد المعاش بدل ما هقبض ال1000 هقبض 950 جنيه. برضو الراجل اللي بيروح يقبض المرتب، الراجل اللي جاي له حواله من بره، اي حد بيقعد ان هو يعمل استعلام بالطريقه دي، الطريقه دي بتخصم منك فلوس. علشان كده اهم حاجه ان احنا نعملها ايه؟ نعمل استعلام لكن نقول بدون ايصال. ترغب في طباعه ايصال؟ نقول له لا ارغب في طباعه ايصال. يطلع لي المبلغ على الشاشه، المبلغ اللي على الشاشه يبقى انا كده عرفت الرصيد بتاعي كام. ولما اجي اروح لنفس البنك بتاعي. طب اشمعنى نفس البنك بتاعي؟ قلنا لان بيبقى فيه عليك مصاريف. تاني حاجه، الكارت بتاعك لو اتسحب وانت حطه في مكنه بتاعت بنك تاني عليه العوض، خلاص هيتعدم. لكن لو كان البنك بتاعك والنور قطع مثلا، بتحصل كتيره جدا، النور قطع والكارت بتاعك جوه المكنه، بتقدر ان انت تروح للبنك وتسترد الكارت بتاعك تاني. لكن لو النور قطع وانت حاطط في مكنه تانيه، الكارت بتاعك ممكن ما يتبعتش لنفس البنك بتاعك، وبالتالي ممكن تتكلف اصدار فلوس، اصدار كارت جديد. طبعا الموضوع ده في ناس كتيره جدا مش عارفاه، وبيقعدوا ان هم يعملوا استعلام كتير قوي وايصالات كتيره قوي بتطبع، وتروح تلاقي جنب المكنه بتاعت البنك ايصالات كتيره مرميه ومقطعه.
واحنا مش محتاجينها في حاجه. طب احنا مش محتاجينها في حاجه ليه؟ انا اقدر اعرف الرصيد بتاعي، الرساله اللي بتجيلي لما بسحب اخر عمليه سحب بيظهر لي الرصيد بتاعي. طب انا اقدر اعرف الرصيد بتاعي تاني من غير ما اروح البنك؟ اعرف الرصيد بتاعي منين؟ في الويب سايت اللي هو الموقع الالكتروني بتاع البنك، سواء الاهلي او مصر او اي بنك. النهارده كل بنك عامل موقع الكتروني له، بتشترك عن طريق خدمة العملاء، بيدي لك كلمة سر وبيدي لك اسم مستخدم، وتقدر وانت قاعد في بيتك تدخل تفتح تشوف الرصيد بتاعك موجود ولا لا، المعاش نزل، المرتب نزل، كل ده وانت قاعد في بيتك. مش لازم ان انت تروح المكنه وتقف وطابور والدنيا زحمه وده يبصص لك وده شايف الرقم اللي انت بتدخله، لا، تقدر تعمل. طيب غير الموقع الالكتروني ده في حاجه تانية ممكن اعملها؟ في بعض البنوك عامله ابلكيشن، يعني البنك الاهلي، بنك مصر عامل ابلكيشن موجود على الموبايل، تقدر برضو ان انت تدخل وتشوف الرصيد بتاعك منه. الله، يعني ده كده في كذا طريقه. ده في كمان طريقه تانية، او مش تانية، ده كمان في طريقه تالتة تقدر ان انت تشوف بيها الرصيد بتاعك. ازاي؟ عن طريق تطبيق الانستا باي. تطبيق الانستا باي ده انا اتكلمت عليه في فيديو وشرحته في 2 فيديوهات، وقلت ازاي ان انا اقدر افتح حساب على الانستا باي واقدر اتابع البيانات بتاعتي كلها، بتاعت حساباتي كلها. لو انا فاتح حسابات في اكتر من بنك هقدر ان انا اتابع الرصيد بتاعي بضغطة زرار وانا قاعد في بيتي من غير ما انزل ولا اطلع ولا الكلام ده كله. يبقى كده احنا عندنا 3 طرق نقدر ان احنا نشوف بيهم الرصيد بتاعنا ومن غير ما ننزل نروح البنك. ده كمان ده انت ممكن ما تسحبش فلوسك، ممكن ان انت ما تسحبش فلوسك من البنك، سيبهم موجودين، والكارت اللي معاك بتاع الحساب بتاعك تقدر ان انت تنزل تشتري بيه اي حاجة انت عايزها، حتى لو كانت ب2 جنيه ولا ب10 جنيه ولا ب15 جنيه من عند السوبر ماركت اللي تحتك. طالما معاك الكارت يبقى بدل ما تشيل فلوس في جيبك كتير، والناس اللي يروح يسحب المعاش كله وممكن وهو جاي يركب اتوبيس او مشروع زحمة يتسرق، لا، خليهم في البنك امان، والكارت معاك في جيبك. ادخل اي سوبر ماركت اشتري اللي انت عايزه عن طريق الكارت اللي هو بتاع البنك من غير ما تشيل نقدية خالص، ولا ان انت تعرض نفسك لمخاطر السرقة، ولا ان حد يشوفك بتحط رقم السري في البنك ويمشي وراك يسرقك. الطريقة اللي انا بقولها لك، انا قلت لكم طرق كتيرة قوي، كل واحد يدخل في التعليقات يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب لنا رأيه في الكلام ده. ولو في اي استفسار عن اي طريقة اكتب لي في الكومنت وانا هرد عليك على طول. ما تنساش تعمل شير ولايك وكومنت، واشوفكم ان شاء الله بكل خير. جمال هاشم.